بسم الله الرحمن الرحيم. حديث جميل قوي، حديث بيطمنك قوي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة: أي الناس أعجب إيمانا؟ في رواية: أي الناس أفضل إيمانا؟ مين أعجب إيمان عند ربنا؟ مين أفضل إيمان عند ربنا؟ الصحابة قالوا: الملائكة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: يا رسول الله فالأنبياء. قال: كيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن صحابة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم ترونني وتعاصرون الوحي؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ يعني لا الملائكة أعجب إيمانا ولا الأنبياء أعجب إيمانا ولا الصحابة أعجب إيمانا، أي الناس أعجب إيمانا؟ قال: قوم يأتون من بعدهم يقرؤون كتابا يؤمنون بما فيه، وفي رواية: يؤمنون به ولم يرون. العلماء منهم من ضعف الحديث، لكن أكثر أهل العلم على أن الحديث حسن. والمعنى أيضا أنه أنت كلما كان إيمانك بالغيب وبيقين كلما كنت أعظم أجرا عند الله رب العالمين. فأبشر وكون ثابتا. أصعب حاجة في زماننا الثبات على طاعة الله. فأنا بقول لك الحديث ده عشان أبشرك وعلشان تجد عامل للثبات. اهدنا الصراط المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. شكرا جزيلا.